كنت باعمل كل حاجة صح في التمرين والتغذية والنوم والراحة وكل حاجة أيا كانت، ومع ذلك ما كنتش بتطور في التمرين، والمشكلة دي كنت بعاني منها لفترة كبيرة جدا. فلو انت بتعاني منها فالفيديو ده ليك، وبالذات لو كنت انت مصاب بمرض السكر أو حتى شخص عادي وجسمك مش بتطور بقاله فترة. فالموضوع كده باختصار بيتقسم لثلاث حاجات، والثلاث حاجات دول هما اللي هيساعدوك انك تعرف الغلط فين وتقدر تعالجه، وهتلاقي جسمك بتطور مع الوقت. بس في الأول خالص، السلام عليكم، أنا اسمي خالد ناصر، مصاب بالسكر من النوع الأول بقالي حوالي 4 سنين، ومهتم برياضة الجيم والرياضة عامة. فلو أنت مهتم بالكلام ده كله ومهتم بالرياضة، اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك على الفيديو. والفيديو ده هيهمك جدا جدا لو كنت بتتمرن وبقالك فترة كبيرة مش بتتطور، لأن أنا في بدايتي في التمرين أول 3 شهور أو 5 شهور كان جسمي كان بيتطور بطريقة كبيرة جدا جدا، وبعد كده كان التطور وقف، ما عدتش بزيد ربع كيلو عضلات حتى. يعني التطور وقف رغم اني كنت بعمل كل حاجة صح، بس مع ذلك التطور وقف. فدي اكيد كان بيحصل معاك، فلو ده بيحصل معاك فلازم تكمل الفيديو ده للاخر، لان الفيديو ده يفيدك جدا جدا جدا. لو انت مش بتتطور وبتعمل كل اللي عليك فلازم تتفرج على الفيديو ده. طبيعي جدا ان انت في اول 3 شهور من التمرين جسمك يتطور، لان جسمك مش اخد على الوضع. هو انت جسمك كان مرتاح مثلا، ما كنتش بتتمرن، فلما اتمرنت جسمك شاف ان في وضع جديد فبدأ تبني عضلات حتى لو ما كنتش بتاكل صح، ولا كنت بتتمرن صح، ولا كنت بتعمل اي حاجه صح. بس مع ذلك جسمك كان بيتطور، وده طبيعي جدا. بس بعد فتره انت محتاج تظبط حاجات كتيره جدا علشان خاطر تقدر تشوف النتيجه دي، وحتى لو ظبطتهم ممكن تشوف نتيجه اقل. فده طبيعي جدا جدا، وبالذات لو انت طبيعي، فده طبيعي وبيحصل مع اي حد بيتمرن. فلو انت بقالك فتره مثلا مش عارف تزيد، ولا جسمك بيتطور، ولا عارف يعني تزيد عضلات عامه، فالتلات حاجات دول لازم تركز فيهم كويس جدا. اول حاجه التمرين، اهم حاجه في الموضوع ده كله التمرين. لو بتاكل صح بتنام صح، بس تمرينك مش بكفاءه عاليه، ولا بتتمرن مثلا بطريقه صح وتمرينك كان صح، الباقي كله في الفاضي. كل الحاجات التانية يعتبر بتخدم التمرين. انك تعمل استشفاء، هتعمل استشفاء من ايه؟ يعني لو بتنام كويس مثلا ومش بتتمرن كويس، هتعمل استشفاء من ايه؟ لو بتاكل كويس مثلا، يعني برضه هتعمل استشفاء من ايه؟ بالاكل والبروتين والكلام ده. فلازم تمرينك يكون صح. وفي مشكله كبيره جدا بشوفها للناس اللي بيتمرنوا، ان هم بيلعبوا عدد مجاميع كبيره جدا. ودي حاجه يعني ناس كتير اتكلمت فيها، انك تلعب عدد مجاميع كبيره جدا 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 ده مش صح، لان كده بيبقى فوق قدره جسمك على الاستشفاء. فلازم تلعب مجاميع قليله بس، يعني خليها بكفاءه عاليه. تمام، ريح قبلها كويس، واتمرن الفشل العضلي او قرب منه على الاقل. تمام، حاول تلعب مثلا العضلة من 4 ل15 مجموعة مثلا. تبدأ من 4 وتبدأ تزود على حسب يعني جسمك بيعمل ايه. لو جسمك بتطور خليك ثابت على عدد المجاميع، ما تزودش. لو جسمك مش بتطور ابدأ زود. حاجة مهمة جدا هعيد عليها تاني، أوقات الراحة لازم تريح ما بين كل مجموعة والتانية وقت كويس. حاجة تانية في التمرين مهمة جدا، ما تلعبش العضلة مرة واحدة في الأسبوع. مش حاجة اسمها ادي العضلة حقها، لا لا، سيبك من الكلام ده كله. العب العضلة على الأقل مرتين، لو تقدر تلعبها 3 العبها 3. كل ما تلعبها أكتر كل ما هيفيد أكتر. تمام، يعني أنت لو هتلعب مثلا 15 مجموعة قسمهم على مرتين في الأسبوع. لو هتلعب 12 قسم 6 في أول الأسبوع وستة في نص الأسبوع، وشوف الدنيا. ولو مش بتتطور ابدأ زود مجموعة، أو ابدأ ظبط الجدول بتاع التمرين بتاعك. ركز جدا لنقطة التمرين دي، لأن دي أهم حاجة في الفيديو. لازم تتمرن صح، فشل عضلي تقرب منه على الأقل، عدد مجاميع متوسط. وبرضه في مشكلة كبيرة، ما تاخدهاش لتحت أوي، يعني ما تلعبش لكل عضلة مجموعة واحدة، على حسب استجابة جسمك ابدأ حط عدد المجاميع، أو ابدأ زود أو ابدأ قلل. تاني حاجة التغذية، ودي برضه بشوفها غلط كبير جدا. لو انت مثلا عايز تزيد في الوزن فممكن تكون بتاكل سعرات أقل من احتياجك، وممكن ما تكونش بتحسبها أساسا. يعني بتاكل أي حاجة بتيجي في وشك، ممكن تاكل يعني وجبة واحدة في اليوم، ويجي عليك يوم تاكل 5 وجبات. فدي لخبطة كبيرة. ولو انت برضو عايز تنزل في الوزن فبرضو بشوف فيها لخبطة كبيرة، لان انت مش بتحسب سعراتك، فمش عارف انت بتاكل اكتر من احتياجك ولا لا. فتيجي تقول انا مش بتطور رغم ان انا بعمل كل حاجة صح. لا لا، لازم تحسب سعراتك. تمام، ولو انت عايز تزيد زود عليها من 200 ل 500 سعرة، ولو انت عايز تقل قلل من 200 ل 500 سعرة برضو. وبص على تطور جسمك. تمام، وفي حاجات كتير هتساعدك انك تحسب سعراتك. ان شاء الله اعمل لك فيديو، بس انت لو عايز حاجة تساعدك اكتب على اليوتيوب او خش على جوجل اكتب حساب السعرات الحرارية. هيجيب لك مواقع هتدخل شوية البيانات اللي هتجيلك وهتحسب سعراتك. واهم حاجة تعرف سعراتك، وتعرف برضو تقسمها بروتين كارب فات. ولو عايز حد يساعدك في الموضوع ده فانا بقدم خدمة التدريب. خش ابعت لي رسالة على رقم الواتساب، او ابعتها لي على الانستجرام
سيبهولك في اول كومنت، فانا هوفر عليك وقت اكبر، ولو تقدر تحسبها لوحدك هيكون كويس برضه، وتقسمها بروتين وكرب وفات وتدخل النسب بشكل يومي. لو هتعمل بقى كرب سايكل اي حاجه من دي، بس اهم حاجه على مدار الاسبوع تكون مدخل السعرات بتاعه الاسبوع مظبوطه وتستمر. وحاول ان انت لو عايز تزيد ما توقعش وجبات منك ولا توقع سعرات منك، لان يوم واحد ممكن يأثر على الاسبوع كله. فركز جدا انك تمشي كل يوم على عدد السعرات الحرارية، وتبدأ مع الوقت تشوف لو جسمك مثلا انت عايز تزيد ومش بيزيد تبدأ تزود سعرات، والعكس لو عايز يعني تخس ومش بتخس ابدأ قلل سعرات. وشوف الدنيا بتاعتك كده، وما تنزلش اكتر من 500 سعرة. ما تنزلش اكتر من 500 سعرة نصيحة مني. ولو انت عايز تزيد ما تزودش فوق ال 500 سعرة. ابدأ وشوف الدنيا ايه اللي هيحصل، وممكن كمان تبدأ من سعرات الثبات. ده هيكون كويس جدا، وبالذات لو انت بتخس ما تقللش اكتر من 500 سعرة ولا 1000 سعرة والكلام الغريب ده، لان ده هيعمل لك مشكلة كبيرة ومش هيخليك تعرف تستمر. فلو انت بتخس بالذات قلل فوق احتاجك من السعرات من 200 ل 500 سعرة، او ممكن تمشي على سعرات الثبات، وصدقني هتشوف تقدم كبير جدا. تالت حاجة واخر حاجة الريكفري او الراحة. ودي يعني بتنقسم انك زي ما قلت لك تدخل الاكل بتاعك اللي هو يكون مثلا البروتين بتاعك يكون بتدخله كويس، نسبة كويسة من البروتين، وتكون بتنام كويس. وسيبك بقى، يعني انت ممكن تكون بتنام 15 ساعة في اليوم بس بتنام منهم 3 ساعات. فأهم حاجة جودة النوم. نام بالليل وحاول ما تدخلش بالتليفون الأوضة، وده نصيحة مني، ما تدخلش بالتليفون الأوضة. وخلي التليفون بره الأوضة، أو مثلا حطه بعيد علشان لو انت مفعل منبه ولا حاجة. ونام بالليل ونام في وقت معين واصحى في وقت معين، وظبط الموضوع ده. ما تنامش الصبح، لازم جسمك يفهم منك بالليل. او ممكن لو نمت الصبح مفيش فرق، لو شغلك يعني مخليك محكوم بالشيء ده فده عادي. انما لو بايدك تنام فنام بالليل هيكون احسن. نام من 7 ل9 ساعات، ما تقلش عن 7 ساعات، او ما تقلش يا عم عن 6 ساعات كمان. اهم حاجه ما تنزلش عن 6 ساعات. تمام. لو تقدر تنام اكتر من 7 9 ساعات كمان هيكون كويس، بس نوم فعلا يكون نوم حقيقي. يعني ادخل نام تقوم على طول، فاهمني؟ انت نمت مثلا من الساعة 10 تصحى الساعة 7 مثلا لو عايز تنام 9 ساعات. ما تقعدش تصحى بالليل تشربش ميه كتير قبل ما تنام عشان ما تخشش الحمام وكده. فدي حاجة مهمة جدا. يعني دي ممكن تكون انت بتعمل كل حاجة صح بس مهمل للموضوع ده، وده اللي عامل لك مشاكل. ومشكلة النوم دي مش ان انت مش هتتطور، المشكلة الحقيقية ان انت هتتصاب وجسمك هيتبهدل. فدي مشكلة كبيرة جدا، فحاول انك تركز عليها وتشوف لها حل، لان الموضوع يستاهل. وان شاء الله اعمل لكم فيديو عن النوم واقول لك اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك ايه هي. فاستنى الفيديو وركز الموضوع ده جدا، يعني بالذات موضوع النوم، لان دي اكبر مشكلة بشوفها عند الناس. رابع حاجة ودي كل مرضى السكر، لازم تدخل انسولين مناسب للوجبات بتاعتك. لازم. يعني انت ما ينفعش تاكل اكل كتير جدا وتقول انك مش بتزيد، وبالذات لو انت مريض سكر نوع اول فانت اكيد عندك مشكلة ان انت يعني ان انت مش بتزيد في الوزن. فدي مشكلة بسبب ان انت مش بتدخل انسولين مناسب للوجبات. كنت منزل لك فيديو عن معامل الكارب، الفيديو ده يساعدك جدا، ادخل شوفه على القناة. ولازم يعني تظبط الانسولين مع الوجبات وبالذات الكربوهيدرات، لان دي حاجة مهمة وهي اللي هتساعدك انك تزيد في الوزن او تخس او ايا كان، علشان ما يحصلش تذبذب في مستوى السكر. والتذبذب ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا، ومنها ان انت مش تقدر يعني مهما بتعمل مش جسمك مش هيتطور. صدقني انا كنت مكانك وبقول لك نفس الكلام. لازم مستوى السكر يكون مظبوط، دي اهم حاجة. خامس حاجة واخر حاجة في الفيديو، التوتر والقلق والكلام ده كله. التوتر والقلق ده مشكلة كبيرة. ده يعني ممكن التوتر يقلل هرمون التستوستيرون، ده المسؤول عن حاجات كتير جدا. يعني ده هرمون الذكورة، ده يعني بيساعد بشكل كبير انك تبني عضلات وكده، وهرمونات يعني كتير جدا. التوتر ممكن يساعد ان الهرمونات دي ما تبقاش في احسن مكان يعني ممكن. فلازم تقلل من التوتر، وبالذات لو انت مصاب بالسكر، لان الموضوع هيعمل لك تذبذب كبير في مستوى السكر. فلازم تخلي التوتر قليل على قد ما تقدر. تمام. ودي حاجة مهمة جدا. فلازم تركز انك يعني فاهم، خد الحياة كده ببساطة وبس كده. وكده قلت لكم على 5 نقط، انا كنت قايل ان انا اقول 3 بس يلا بقى هم يجوا 5، لان في اسباب كتير وفي اسباب اكتر. بس عشان الفيديو ما يطولش اتمنى يكون يعني ان شاء الله يكون خفيف على قلبكم. فتنساش تعمل اشتراك زي ما قلت لك واعمل لايك. ولو انت مصاب بمرض السكر وعندك مشاكل في مستوى السكر وحاجات كتير، وبالذات لو انت بتتمرن وحاسس ان مشكلتك ملهاش حل، فسايب لك لينك الانستجرام او رقم الواتس في الوصف، فخش ابعت لي رسالة. ولو انت برضو شخص عادي وعايز توصل لجسم احلامك وحاولت مثلا انك تخس او حاولت انك تزيد،
حابب اقولك ان انا عندي سكر والحمد لله وصلت للشكل اللي قدامك ده. فعايزك تتخيل انا يعني هساعدك ازاي انك توصل للجسم اللي انت عاوزه. فلازم تبعت لي برضه، سايب لك لينك الانستجرام في الديسكريبشن ورقم الواتساب. ابعت لي وابعت لك الاسعار، والاسعار عاملها يعني في متناول الجميع بمعنى الكلمه. اسعار قليله جدا انت هتتفاجئ بيها. فخش ابعت لي رساله وان شاء الله اساعدك لو كنت مريض سكر او حتى شخص عادي. وان شاء الله الفيديو يكون عجبك وافادك. وبس كده، وسلام.